ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ النهارده هنحل امتحانات الجبرا. راح كاتب اسمي ورقم الجلوس، ولازم اقرا الاسئله كويس، اتاكد ان الامتحان زي ما احنا شايفين قدامنا هنا. ادي 1 2 3 4 5. الامتحان فيه 5 اسئله اساسيه. لازم اقرا كل سؤال اقراه بتركيز عشان اعرف هو عايز مني ايه بالظبط، واعرف هو اقدر اجاوب عليه ازاي، ويمكن يكون ابسط مما تتخيل. طيب تعالوا نبدأ. دلوقتي اول سؤال في اللي تشوز بيقول لي 2 باور x equal 8. ف 2 باور x equal 8، وبعد كده هو عايز x باور 2. هنا طبعا هو في سؤال زي كده احنا دايما بنفتكر ان هو اللي عايز الاكس. هنا لا، هو محتاج x باور 2. فانت عشان تجيب x باور 2 لازم نجيب الاكس الاول. طيب اجيب الاكس الاول ازاي؟ اشوف، امسك الكالكوليتر بتاعتي واكتب 2 باور 1 مثلا، فهنا هتطلع ب 2. اروح مزود 2 باور 2 هتطلع 4. بعد كده هعمل الباور 3 فيطلع 2 باور 8. فانا قعدت اجرب من 1 لحد 3، ف 2 باور 3 نفعت، فيبقى الاكس ايكوال 3. طيب اكس ايكوال 3 معنى كده يا مستر ان اكس باور 2 اللي هي هتبقى ب 3 باور 2. 3 باور 2 ايكوال 9. فانا ما اتسرعش، وسؤال زي كده هو سهل جدا، فانا مش محتاج، بس لازم اركز هو محتاج مني ايه بالظبط. هو هنا كان محتاج الاكس باور 2، ما كانش محتاج الاكس بس، فالاكس باور 2 طلعت ب 9. طيب هنا بيقول لي الديجري اوف ذا الجبريك تيرم، مديني ده كله، فالديجري دايما كانت بتبقى اكبر رقم فيهم. اكبر رقم فيهم هو 3، فهتبقى من الثيرد ديجري. تمام. طيب if the point كذا lies on the y axis، يعني ايه lies on the y axis؟ يعني ادي ال y axis اهو، وادي ال x axis، ده ال y axis وده ال x axis، وهي بتقول لي هي lies on the y axis، فهي موجوده هنا، يبقى ال x axis بزيرو، يعني اول ترم ده كده بزيرو، يعني k minus 2 equal 0. k minus 2 equal 0. عايزين نجيب ال k، هنودي النيجاتيف 2 ديت الناحيه الثانيه تروح بالبوزيتيف 2، فهتبقى k equal 2. فكده طلعنا الكيب 2. لحد دلوقتي مفيش مشكلة. طيب قال لك الميدل بروبورشنال بتاع التو كوانتيتيز ده معروفة positive or negative root AC. طيب the difference between the greatest value and the smallest value ده كده تعريف الرينج. تعريف ايه؟ الرينج. ماشي اهو. طيب ايه اللي موجود في الار اللي هي الريل نمبرز اللي هي الكبيرة قوي، اللي جواها بيبقى فيه 2 راشنال والإيراشنال. طيب الراشنال كانت بنعبر عنها بكيو، والإيراشنال بنعبر عنها بكيو داش. طيب ايه اللي موجود؟ فاحنا لما نيجي بقى نجيب الديفرنس ما بين الار والكيو والكيو بس، فهو اللي موجود هنا ومش موجود هنا هي الكيو داش بس كده. طيب فانا المفروض بعد ما حليت اللي تشوز كله ابص عليه بصه كمان، اشوف انا سايب حاجه ولا لا. فهنمشي بالقلم كده ونشوف الحل بتاع كل مساله معمول، يعني احنا مختارين ولا لا، علشان بيبقى في ناس بتبقى فاكره نفسها بتحل وهي ما بتعلمش اصلا. تمام. فاحنا هنبص كده بصه تمام، يبقى انا حلل كله مفيش مشكله. تعال نخش بقى على اللي بعده. بيقول لك find the number which if added to each of the two terms of the ratio 5 to 11 it becomes
4 2 7. يعني ايه؟ يعني انا همسك ال5 وازودها، همسك ال5 وازود عليها اكس، وامسك ال11 ازود برضو عليها اكس، وبعد ما ازود الاكس هتطلع ب 4 اوفر 7. طبعا عارفين ان الريشيو هي الفراكشن، والفراكشن هي الريشيو. طيب وبعد كده استخدم اللي انا عايزه بقى. ممكن اقول ممكن اعمل كروس مالتيبليكيشن، فهتبقى هنا 11 بلس اكس ايكوال 4، وهنا 11 بلس اكس ايكوال، لا 11 بلس اكس باي 4 ايكوال 7 باي 5 بلس اكس. وحل، يلا ماشي. هنا هتبقى 4 باي 11 هتبقى 44 باي اكس هتبقى 4 اكس ايكوال 7 باي 5 ب 35 بلس 7 اكس. طيب يلا نجمع. هنا 7 اكس سوري، هنا 4 اكس، وهتروح الناحية التانية بالنيجاتيف، ودي كمان هتروح الناحية التانية بالنيجاتيف، فيبقى 7 اكس ماينس 4 اكس هتديني 3 اكس. تمام. 35 ماينس 44، تعالوا نعملها، هتديني نيجاتيف 9، هتبقى 3x minus 9 equal 0. هنودي الناحية التانية ديت ال 9 ببلس، فهتبقى 3x equal 9، يبقى ال x equal 3 عشان 3 by 3 equal 9. يبقى أنا جيت جبت ال x هنا equal 3، أو النمبر اللي أنت زودته هنا هيطلع ب 3. طيب تعالوا نمسح. السؤال اللي بعده مديني 2 مديني 2 relations 2 sets، وعايز يطلع ما بينهم relation x زائد b equal 5. طيب انا عندي اول relation هي ال x equal 1 و 2 و 3. تعالوا نكتب هنا 1 و 2 و 3. طيب وال y equal 2 و 3 و 4 و 5. 2 و 3 و 4 و 5. نقفل الاقواس. طيب فهو عايز الريليشن اللي فيها A زائد B equal 5، بحيث ان ال A ديت موجودة في ال X وال B ديت موجودة في ال Y. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هاخد عنصر من ال X ولما اجي ازوده على عنصر من ال Y يديني 5. تمام؟ تمام. اللي هي element من ال X و element من ال Y يديني 5 يعني. طيب فانا هشوف كام بلس 1 يديني 5، وهل موجود في ال Y ولا لا. تمام؟ فانا هروح هنا ادي ال 1 اهي، كام بلس 1 يديني 5؟ يا مستر ده 4 بلس 1 بتديني 5. فانا هعمل ايه؟ هكتب له الار كده ايكوال، افتح الست براكتس، وهيبقى ال 4 مع ال 1 او ال 1 مع ال 4، 1 مع ال 4. هنا ال 1 مع ال 4 علشان هو قال لك الريليشن من A or B، فهنا ال A الاول بعد كده ال B. تمام؟ طيب بعد كده 2 مع 3، اهي 2 من الاكس مع 3 من الواي، علشان هما الاثنين برضو البلس بتاعهم ب 5. بعد كده ال 3 مع ال 2 اللي هي اللي موجوده في الاكس يعني مع اللي موجوده في الواي، ونقفل الريليشن اهي. عايزين نعملها في ارو دايجرام زي ما هو طالب هنا. قلنا الارو دايجرام ده بيبقى عامل كده، عمود، استنى، ادي اول عمود، ده العناصر بتاعه الاكس، وادي تاني عمود. طبعا الكلام ده كله بيتعمل في الورق بالقلم الرصاص، يعني ما نعملوش بالجاف عشان ممكن نغلط، صح ولا ايه؟ طيب ايه ده؟ مفيش مشكله اهي. طيب وده هنا الواي، عامل ال الحاجات بتاعت الاكس هنا اللي هي 1 و2 و3
والحاجات بتاعت الواي اللي هنا اللي هي 2 و3 و4 و5. تمام. طيب واشوف الريليشن بتاعتي ودت ال1 ل4، فانا همسك ال1 او اوديها ل4 واعمل كده سهم. طيب ودت ال2 ل3، فانا همسك ال2 اوديها لمين؟ 3 اهي. وامسك ال3 لل2، فهمسك ال3 اهي اوديها لل2 اهي. تمام. طيب كده خلاص انا عملت ار دايجرام، كده كتبت الريليشن. ناقص السؤال التاني، هل الريليشن دي فانكشن؟ هقول له الريليشن ديت فانكشن. ليه؟ because each element have different mirrors in y. يعني هقول له هي فانكشن علشان لكل element ليه different mirror في الواي. يعني الفانكشن هي بتودي فانكشن ما ينفعش الاثنين يروحوا لنفس الحاجه. طيب بيقول لي في السؤال اللي بعده، تعالى بس ننظف الحته دي. ماشي تقطع في المونتاج، اقطع في المونتاج، اتكلم عادي والله. ماشي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي find the force proportional of the quantities 3 و5 و6. ده بيقول لي هات لي الفورس بروبوشن ومديني 3 بس وعايز 4. طب اعمل ايه؟ والله ما عارف اعمل ايه. صح، شاطر. هنزود احنا الرابع من عندنا ونجيبه. طيب الرابع من عندنا هنزوده باكس؟ لا خليه بكي عشان مستر كريم كده، خليه بكي. طيب فاحنا عايزين نجيب الكي، ف قلنا الثلاثه دول الفور دول ما بينهم بروبوشن. يعني معنى الكلام ده يا مستر ان 3 اوفر 5 اللي هو الاولاني على الثاني بيساوي الثالث اللي هي 6 على الرابع على الكي. وبس كده. هنعمل كروس مالتيبليكيشن. تمام. فهنا هتبقى 3k equal 5 by 6. 5 by 6 اللي هي بكام؟ الله ينور عليك، ب 30. تمام. فديت هتروح بالناحيه الثانيه بايه؟ الله ينور عليك برضه بالديفايدد. ليه؟ عشان معموله هنا مالتبلاي. فهتبقى 30 ديفايدد 3 اللي هي ب 10. يبقى كده جبنا الكي. يا لهوي المساله ما خدتش سطرين كده، الحمد لله. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك لو x cross y equal 2 ل 1 و2 ل 4 و2 ل 5. عايزين الواي بكام، وعايزين الواي كروس اكس، وعايزين ال ان واي سكوير هتبقى عامله ازاي. طيب تعالوا نحل واحده واحده. بس نمسح برضه الكلام ده هنا، بس نروح نكتب تحت ال 10 ايكوال الاكس الكي ايكوال 10 اهي. طيب تعالوا نعمل الكلام ده واحده واحده. قال لك اكس كروس واي، يبقى الاليمنت الاول هو اللي في اكس والاليمنت الثاني هو اللي في مين؟ الله ينور عليك، في واي. يبقى انا عندي ده الاكس وده الواي، وده الاكس وده الواي، وده الاكس وده الواي. طيب الفكره هنا ان انا عندي 2 متكرره في الاكس، فمن الواضح ان الاكس ما فيهاش غير 2 بس، والواي فيها 1 و4 و5. خلاص يا مستر، يبقى ده يتحل اول مساله اهي. 1 واي ايكوال، ونفتح براكت ست او ست براكت 1 و4 و5 اللي هم التانيين يعني غير ال2. طيب بعد كده انا عايز بقى y كروس x. y كروس x. طيب y كروس x ديت يعني
خد كل عنصر في الواي مع العنصر اللي في الاكس. طب دي سهله، يعني خد كل واحده من دول شقلبهم، هتبقى 1 ل 2 والتانية هتبقى 4 ل 2، التالتة هتبقى 5 ل 2. بس كده. طيب قال لك if y varies inversely as x and y equal 4 when x equal 3. يعني قال لك if y varies inversely يعني بتتغير عكسيا مع x بحيث ان ال y بتساوي 4 والاكس بتساوي 3. قال لي write the relation between x and y. طب دي سهله يا مستر، هو بيقول لي ال y varies inversely، معنى كده ان ال y varies inversely يعني اكتب y وعلامه ال varies على 1 على x. ماشي تمام. طيب وعايز اطلع الايكويشن بتاعت الكلام ده، يبقى ديت اكننا نشيل دي ونحط equal وثابت، فهتبقى m على x، يبقى y equal m على x، يعني y x equal m. تمام y x equal m. بيقول لي find قبل ما نكتب كده بس نعرف ال m ده بكام. هنعوض بريليشن اللي هو مديها لي ال y ب 4 وال x ب 3، فهتبقى m equal 4 باي 3، و 4 باي 3 سهله يا مستر ب 12، يبقى ال m بتساوي 12، يبقى الريليشن نفسها y x equal 12. طيب وبعد كده بيقول لك اللهم صل على النبي، هات لي الفاليو بتاعت الواي لما الاكس كان ب 6، فانت هتشيل الاكس تحط 6 بس خلاص، يبقى y multiply 6 equal 12. كام multiply 6 equal 12؟ الله ينور عليك 2، يبقى y equal 2. بس كده اتحلت. تعال نخش على اللي بعده. طيب x if x over 2 y over 3 z over 5 prove that in 2x plus y over 7 equal 2y plus z over 11. طيب المسائل اللي زي كده انا بمسك دول بفرض انهم بm، تمام، عشان هما بروبوشن فلازم يطلعوا برقم، صح ولا ايه؟ equal y over 3 equal z over 5. طيب بتساوي m. يعني معنى كده مثلا ان x over 2 تساوي m، فبالتالي x هتساوي 2m، صح. طيب y over 3 هتساوي m، فبالتالي y هتساوي 3m، صح. z نفس الكلام، z over 5 هتساوي m، فz هتساوي 5m. طيب كده جبت الاكس والواي والزد، نروح بقى نعمل ايه؟ نعوض في ده ونشوف الليفت هاند سايد هيطلع زي الرايت هاند سايد ولا لا. طيب يبقى الاكس ب 2m، الاكس بكام؟ ب 2m، يبقى انا هشيل كل اكس واحط 2m، يبقى 2 باي سوري، بس اول قبل ما نعمل كده نكتب left hand side، هنشيل الاكس ونحط 2m، فلما اشيل الاكس واحط 2m هيتبقى ال2 اللي جنب الاكس الطبيعيه دي، فهتبقى 2 باي 2m بلس هنشيل الواي ونحط 3m على 7. طيب تعالوا نعمل دي 2 باي 2 ب 4، يبقى 4m، صح. بلس 3m over 7، فانا عندي 4 بلس 3 ب 7، فهتبقى 7m over 7. هنا ال 7 هتطير مع ال 7، ال 7 هتبقى m، تمام. يبقى كده الليفت هاند سايد ب m. طيب الرايت هاند سايد
equals هنشيل كل y ونحط مكانها 3m يا مستر اهي. هنشيل كل y فهنا 2 multiply 3y او 3m فهتبقى 6m بلس z. قلنا z هنشيل الz ونحط 5 فهتبقى 5m over 11. تمام. وبعد كده بس هنلاقي ان ال 6 و 5 هتديني 11 بلس بعض يبقى 11m over 11. فهنا ال 11 هتطير مع 11 بيو بيو طاروا مع بعض بقى مين؟ الام. تمام. فهنا الليفت هاند سايد equal right hand side equal m. فكده عملت البروف ده بكل سهولة. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. طيب ده كده هيحتاج جراف فاحنا هنتقل عليه شوية. تعالوا نحل آخر واحد ونرجع لده تاني. طيب calculate the standard deviation of the values 6 و 4 و 5 و 3 و 7. فدول كام واحدة دي؟ 1 2 3 4 5 دول 5. تمام. طيب أنا أول حاجة ده قانون الستاندرد ديفيجن. فأنا بجيب الإكس بار أو المين، يعني الإكس بار ده كان بيساوي مجموعهم على عددهم. فأنا هعمل الكلام ده كله بلس وأعمله divided 5. طيب يبقى 6 بلس 4 ب 10 3 بلس 7 ب 10 يبقى دي 10 تانية و بلس 5 اوفر 5. طيب اللي فوق ب 25 على 5 هتديني 5. طيب تاني المين هو السمشن على النمبر او مجموعهم على عددهم. طيب يبقى انا كده جبت المين. خلاص بقى يا مستر، بس احنا المفروض اصلا بنعمل الجدول بتاعنا اللي هي ده اكس 6 4 5 3 7. تمام. بعد كده هنا بتبقى الاكس ماينس اكس بار ده اللي لازم نجيبه. فاحنا هناخد كل واحد من دول وننقص منه الافريج او المين اللي احنا جبناه من فوق. طيب فهنا 6 ماينس 5 هتديني 1 4 ماينس 5 تديني نيجاتيف 1 5 ماينس 5 بزيرو 3 ماينس 5 بكام؟ بنيجاتيف 2 7 ماينس 5 ب 2. لازم نجيبهم باور 2 فاحنا هنعمل اكس ماينس اكس بار عشان نجيب القانون بتاع الستاندرد ديفيجن يعني فوق اهو. طيب اكس ماينس اكس بار اول باور 2. فانت هتمسك كل واحد من دول وتعمله باور 2. 1 باور 2 ب 1 نيجاتيف 1 باور 2 ب 1 0 باور 2 ب 0 نيجاتيف 2 باور 2 ب 4 ودي ب 4 تانية. هنجمع الكلام ده كله مع بعضه هتبقى 1 1 اللهم صل على النبي 1 1 2 و4 هتبقى 6 6 و4 هتبقى 10. تمام. خلاص بقى اعوض في القانون خلصت الحكايه على كده. تبقى روت 10 اوفر عددهم اللي هو 5 روت 10 اوفر 5 اللي هي تديني هاف سوري هتديني اللهم صل على النبي هتديني 2 روت 2. ماشي. اللي بعديها بقى هنحتاج فيها الكالكوليتر. تمام. اللي هي السؤال اللي احنا سايبينه فوق ده اللي هو بتاع الجراف. المفروض ان احنا في الامتحان هنعمل تيبل واحنا اللي هنرسم البارابولا دي. احنا اللي هنعمل كل حاجه احنا اللي هنعملها. تعالى بقى نشوف هنعمل ازاي. طيب انا عشان اعمل التيبل اللي قدامكم ده لا اما اعمله بايدي واعوض انا بشاور على ايه اعوض كل اكس في المكان بتاع الفانكشن بتاعته واطلع الواي، لا اما نعملها بالكالكوليتر وديت تكون اسهل. هنمسك الكالكوليتر بتاعتنا كده هندوس مود هنمسك الكالكوليتر زي كده هندوس على زرار المود هيديني خيار اسمه تيبل هو رقم 4 تقريبا صح؟ رقم 4 هندوس عليه نكتب الفانكشن اللي قدامنا دي كده على الكالكوليتر كده. طيب في واحد مثلا مش عارف يكتب الاكس. هي الاكس هي
هندوس على الفابت، زرار الالفابت، وادي الاكس تحت اهي، ادي الاكس تحت اهي. تمام. طيب فانا هكتب دلوقتي الفانكشن اللي قدامي دي x minus 3 all power 2 all power 2 all power 2 قلنا اهي. تمام. دي نفس الفانكشن اللي قدامي هناك. طيب دوس تكه، قال لي الستارت بتاعتك، طبعا هجيب الستارت والاند من الانترفال دي، فانا هنا بادئ من ال1 ورايح لل5، فهقول له 1 والاند يا معلم ب5، والستيب هيجي لي خيار اسمه الستيب كده، ما اعملش فيه اي حاجه، اسيبه ب1 زي ما هو، ما اعملش فيه اي حاجه اهو. ماشي. تلاقي الجدول في 1 و2 و3 و4 اهو، دي الحاجات اللي في الاكس اهي، ودي الحاجات اللي في الواي. تمام. ماشي. طيب فانا همسك بقى الجدول بتاعي اهو، لو بصينا على الحاجات اللي في الاكس ونزلنا لتحت هنلاقيها كلها يعني من 1 لحد 5، فديت اروح كاتبها زي ما انا كاتبها هنا كده محضرها. تمام. انا كاتبها هنا ومحضرها اهو 1 و2 3 و4 و5، فهو مديني بقى قيم الناحيه الثانيه قصاد كل واحده من القيم من الاكس يعني، فمديني قصاد ال1 4، فانا هروح كاتب هنا 4 كده، ومديني قصاد ال2 1 فراح كاتب 1، ومديني قصاد ال3 0، ننزل تحت كده بس عشان نشوف الحاجات اللي بعدها، 0 1 و4، مديني بعد كده 0 قدام ال3 1 قدام ال4 و4 قدام مين ال5. صح الحمد لله. طيب بعد ما اعمل كده هيبقى المفروض انا عندي في الاخر الورقه بيكون في مكان ان انا ارسم فيه يعني، فانا اكننا ده مكان، وهنشوف دلوقتي المكان شكله ازاي، وهنشوف كل حاجه دلوقتي. هيديني الاكس اكسس والواي اكسس، سوري لا، هيديني كراسه، اللهم صل على النبي، الكراسه هيكون فيها جريدد، كل مربع هيبقى 1 سنتيمتر، فاحنا المفروض نخلي بالنا من واحنا بنحط الارقام يعني، فاخلي بالي. فمثلا نقول ان كل من دايره لدايره هنا ب 1 سنتيمتر، كل دايرتين ب 1 سنتي. طيب يعني مثلا هحط هنا ال1، وهنا هحط 2، وهنا هحط 3، وهكذا، ونفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا. تمام. وبعد كده اخد البوينتس اللي فوق اللي انا جايبها فوق دي واعلمها، يعني مثلا هنا ده الواي اكسس بس عشان نفتكر، وهنا ده الاكس، وده اكس داش، واللي تحت واي داش. طيب عشان نفتكر، عندي قصاد ال1 رحت 1 على الاكس، فانا همشي 1 على الاكس واطلع كام 4 على الواي، 4 على الواي، فهنطلع 4 هنا على الواي اهي، مثلا نقول ان 4 هنا مثلا. طيب وهكذا، وارسم بقى وارسم واطلع النقطه وكل حاجه تبقى تمام. هنا هنكتب ال4 بس اول، وهنا ديت الديسمال البوينت هتبقى هنا، وهكذا، واقعد ارسم. بعد كده اوصل الحاجات مع بعض، هتطلع لي البارابولا الجميله دي. تمام. اللي قدامكم ده هي ديت الرسمه بتاعت الفانكشن بتاعتي اهي، كاتبها هنا اهي. فهي اترسمت، انا رسمتها طلعت كده. نقرب بس شويه كده علشان نجيب الحاجات اللي هو عايزها. هو عايز ايه يا مستر؟ هو عايز مني ال طيب هو عايز مني ال احنا فين كده؟ احنا طيب هروح امتحان تاني. المهم هو عايز مني الايكويشن بتاعت الاكسس اوف سيمتري، وعايز المينيمم فاليو اوف ذا فانكشن. فانا الايكويشن بتاعت الاكسس اوف سيمتري هتكون الخط اللي اقدر ارسم عنده وتديني، يعني تعالوا كده نكتب هنا فانكشن تاني، الخط اللي اقدر اقسم فيه البارابولا دي ويديني البارابولا الحتتين متوازيين. فانا هنا لقيت ان الخط ده
الخط اللي بالازرق ده هو اللي يقسم البارابولا لحتتين متوازيين، اللي هو الخط اللي بيترسم عن طريق الفانكشن بتاعت x equal 3. فالاكس equal 3 هتقسم البارابولا دي لنصين. تمام. فديت هي الاكسس اوف سيمتري. يعني اكسس اوف سيمتري يا معلم هي x equal 3. طيب حتى لو ركزت هنا ممكن نلاحظها من الجدول على فكره يا جماعه. ازاي؟ انا عندي الاكس عندها الواي ايكوال 0، القيم اللي قبليها او الفاليوز بتاعت الواي اللي قبليها هي 4 و1، واللي بعديها 1 و4. فتحس ان هنا عملت سيمتريك ما بين الناحيتين، يعني الجزء اللي التو نمبرز اللي هنا هم نفس التو نمبرز اللي هنا، فكده عامله سيمتري يعني. فديت هي الاكسس اوف سيمتري x ايكوال 0 x ايكوال 3. طيب بيقول لي المينيمم فاليو بتاعت الفانكشن، اقل فاليو موجوده في البارابولا عندي هي الزيرو. الفاليو اللي عندها البارابولا بتتقسم لحتتين اللي هي بوينت 0 اهي، x equal 0. ما رسمهاش. طيب المهم يعني x equal 3 سوري. فاقل بوينت عندي في الفانكشن ديت هي لما عند 3 والزيرو ديت اقل بوينت، فهو محتاج اقل فاليو اللي هي يعني الواي فاليو، فاللي تطلع ب 0 يعني. برضه نفس ده سؤال تاني. طيب وبكده ده يكون اول امتحان.